في يوم موظف في البنك جاب راجل عجوز كان بيجمع خردة، وده علشان يعمل إيداع في البنك. أول ما قعد الراجل العجوز، البنت الموظفة بصت له باشمئزاز، ولما شافت الفلوس مكركبة ومش مرتبة قالت له ببرود: الفلوس دي هتاخد وقت طويل علشان تتعد، وكمان في ناس كتير واقفين مستنيين دورهم. وبعدين قالت لزميلها الموظف يروح شباك تاني. الراجل راح على الشباك التاني، بس الموظف هناك كمان مرضيش يعد الفلوس، وقال لصاحبه: بص على هدومه، ده شكله بيجمع خردة، مش شكله زبون بنك. ساعتها صاحبه رد عليه وقال له: ما تحكمش على الناس من شكلهم. واخد الموظف الراجل وقال له: انا اللي هعدلك الفلوس وهعمل لك الايداع. وقعدوا على الارض وابتدوا يفردوا الفلوس ويعدوها سوا. واثناء ما هم بيعدوا، الموظف بدأ يتكلم مع الراجل العجوز وقال له: بدل ما تحط فلوسك في حساب عادي، ايه رأيك تشتري بيها منتج مالي من البنك؟ ساعتها ممكن تكسب اكتر. الراجل العجوز حس ان الموظف ده محترم جدا ومهذب، فقرر على طول يشتري بكل فلوسه المنتج اللي الموظف قاله عليه. وبعد ما خلص، الموظف كمان اشترى له وجبة عشان يتغدى. في الشهر اللي بعده، الراجل العجوز رجع البنك، لكن المرة دي جاب معاه مجموعة كبيرة من أصحابه اللي زيه بيجمعوا خردة. أول ما دخلوا، الأمن حاول يمنعهم، لكنهم قالوا إنهم عايزين يقابلوا الموظف المحترم اللي ساعد الراجل العجوز. الموظف ظهر وكان فرحان جدا لما شافهم، وكلهم جايبين معاهم مبالغ كبيرة، وكلهم اشتروا منه نفس المنتج المالي. تاني يوم، المدير عمل اجتماع مع موظفين البنك. الموظفين اشتكوا وقالوا: الموظف ده بيجيب ناس بتجمع خردة، وهيخلوا شكل البنك وحش وريح البنك تبقى كريهة. ساعتها الموظف رد وقال: الناس دي ساعدت البنك يحقق مبيعات كبيرة جدا، واشتروا منتجات بفلوس مش قليلة. المدير كان ساكت بيسمع، ولما اتكلم فاجئهم وقال: الموظف ده تم ترقيته، مش مهم شكل الزبون ولا لبسه عامل ازاي، المهم اننا نتعامل مع كل الناس باحترام وأدب.